ستي، الوليه بهانه دي مش ناويه تجيبها البر. ايه بس اللي حصل يا وهيبه؟ او لا ما تولعش وابور الجاز اللي بالسبرتو لحسن الجاز يعمل دخنه في المطبخ، وبرضه مش عاوزه تسمع الكلام وتقاوح. بالراحه معاها بس، مش عاوزين خناق. وهو انا بتخانق يا ستي؟ لا بتزعق لها شويه، وسعاد بتزعل لما حد يزعق لخدمتها. وبعدين معاكي يا وهيبه، انا اللي قايله البهانه تولع على الراديو، تخانقيها ليه؟ انا خنقتها يا ستي؟ هي الوليه دي مش هتبطل تتبلى عليا ولا ايه؟ ده انا بقول لها مفتاح الراديو ده مش ده. قامت قالت لي ما انا عارفه انت هتعلميني. لا يا وهيبه، انا ملاحظه انك متقصده بهانه، وبهانه دي خدمتي، يعني اللي يتعدى عليها يبقى بيتعدى عليا انا. لا 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 يا بنتي، ما عندناش حد يتعدى على حد، احنا هنا كلنا زي بعض، وكل واحد محترم روحه وعارف حدوده ايه. يلا يا وهيبه شهلي شويه، الساعه بقت 10 وزياده، والشقه لسه ما اتكنستش. خلاص يا ست، انا نفضت اوضه الصالون ومسحت المطبخ، واديني قربت اخلص الصاله، ودلوقتي اخش على اوضتي. لا بس خلصي انت الصاله الاول ولمعي البوفيه، وبيعملي لنا فنجان قهوه، وانا اللي هكنس اوضتي. وليه يعني؟ والنبي ما حد كنسها الا انا. ليه؟ هي مش اوضتي ولا يعني دي اول مره بكنسها؟ معلش انا كنسها ولا تكنسها بهانه؟ بنتي يا بهانه. نعم يا خالة وهيب. ما تيجي يا بنتي تكنسي اوضه ستك الكبيره. حاضر. تعالي هنا يا بنت. رايحه على فين؟ نعم. انت بابا جايبك ليا مخصوص عشان حمدي وبس، وقلت لك الكلام ده قبل كده، يعني ما تعمليش حاجه في البيت غير كده، سامعه؟ حاضر يا ستي. يوه لا مؤاخذه يا ستي سعاد، حقك عليا انا غلطانه. خشي خدي حمدي واخرجي بيه على البسطه شويه، اف دماغي وجعتني من كتر عياط. حاضر. هاتيه يا بهان. تعالي يا حبيبي، تعالي يا روح يا اختي. مالك يا روح قلبي بتعيط ليه؟ بس يا حبيبي، بس يا روح. انت جعان يا اختي؟ الله، هي سعاد ما رضعتوش ولا ايه؟ هي يا ست بترضى ترضعه، قال ايه خايفه لا صدرها يخسر. مالكيش دعوه انت يا مرسان طويل. يوه الحق عليا يا ستي. روحي سخني له الرضعه بتاعته، خلينا ارضعها. حاضر يا ستي. وانت يا حبيبي تقعد هنا على السرير كده زي الباشا عبال ما وضب انا الاوضه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي يا حبيبي. قهوه يا ست امينه. يوه انت برضه كنست الاوضه؟ هاتي والنبي يا ستي مالك حق، بقى يبقى انا وبهانه موجودين وحضرتك تكنسي. الرضعه هي يا ستي. طب اقعدي انت جنب حمدي هنا ورديه عبال ما اشرب القهوه. حاضر. بنت يا بهانه. نعم يا ستي. تعالي. حاضر يا ستي، بس برضع سيدي الصغير. بقول لك تعالي. قومي شوفيها عاوزه ايه وهاتي الولد انا ارضعه. هوب اسم الله يا حبيبي، اسم الله. يا اختي مالها ست سعاد بقت عصبيه كده الايام دي؟ لما ابقى اندهلك ثاني مره بتيجي على طول ساعه. خش نفضي الاوضه بسرعه. يوه دي ست سعاد لابسه زي انها خارجه. وهتخرج تروح فين على الصبح؟ ابصر داخله عفشه الميه تعمل ايه؟ عاوزه حاجه يا ست سعاد؟ ميرسي. ما تسيبيها يا وهيبه تعوزي اللي عاوزاه، احنا مالنا. على رايك يا ستي احنا مالنا، دي حقها اتغيرت خالص. ها فكرتينا نطبخ ايه النهارده؟ والله يا ستي الواحد يحتار كل يوم يطبخ ايه. نعمل سبانخ لسه طبخين اول امبارح، نعمل صينيه بطاطس ايه يا وهيبه، ده بيحمى على القلب. ايوه النبي معاكي حق. لا ولسه طبخين يوم ما كانت ست سميحه متغديه عندنا الجمعه اللي فاتت. اما نسال كده سعاد اهي جايه اهي. نطبخ ايه النهارده يا سعاد؟ اللي يعجبك يا طنط. يا بنتي ساعدينا ينوبك سواد. تحبي نعمل لك كوسه ودمعه وشويه رز؟ اللي يعجبك يا طنط عن اذن. والنبي انا بقول يا ستي بلاش طبيخ النهارده ونعمل حاجه فاضيه، ده حتى الخضار غالي موت الايام دي. ان كان علي انا طبق بصاره يكفيني واحمد ربنا واشكر فضله. تستاهل الحمد. انما سعاد نرضيها ازاي؟ وهو يعني ست سعاد بتاكل من طبيخنا يا ستي؟ ما هو كل يوم والتاني تبعت تجيب حاجه من بره وتاكلها، وبقى لها على كده شهور. يبقى هي عملتها غير مرتين ثلاثه. يمكن طبيخ ام وهيبه ما بيعجبهاش، والنبي انا محبم عليا انها تطبخ هي بنفسها وتريحني شويه. ما دام ما بتحبش تدخل المطبخ مش ضروري نغصبها. هي حره يا ستي. يوه خارجه اهي، مش قلت لك يا ستي؟ يلا بقى كفايه يا بنت، اخرجي خلينا في الباب. حاضر. بخلي بالك من حمدي. من الحين يا ستي. وبتقفل اوضتها كده بالمفتاح، خايفه من مين؟ ملناش دعوه يا وهيبه، هي حره. سعيده يا طنط. سعيده يا بنتي. على فين كده؟ رايحه لواحده صاحبتي. طب مش تقولي لنا قبل ما تخرجوا نطبخ ايه النهارده؟ نفسك في ايه نعمله لي؟ يا طنط ما قلت لك اطبخي اللي يعجبك. ليه يا بنتي؟ هو انت ناويه تتغدي بره؟ يمكن. وقلت لسامي الحكايه دي؟ وهقول له ليه يعني؟ هو كان مهتم بيا لما هقول له؟ سعيده بقى لحسن انا اتاخرت. يا اختي انا الحاله دي ما بقتش عجباني ابدا. وتخرج من ورا جوزها يا ستي كده وتسيبيها؟
وهعمل لها ايه يعني اذا كان هو ساكت لها وسايبها تتصرف زي ما هي عاوزه؟ ويعني لو عرف سيسام انها خرجت من وراه مش برضه يزعل يا ستي؟ لا يا اختي، بيعرف ويسكت ولا يقدر يفتح بقه بحاجه، هو اللي هيخسرها ويخليها تركبه وتهز رجليها. ايه؟ بكره تشوفي يا وهيبه، وهو فيه راجل يسيب مراته كده تخرج زي ما هي عاوزه وتخش زي ما هي عاوزه؟ ايه، ربنا يصلح الاحوال. اما هو ما نشيل صينيه القهوه. ما قلتليش نطبخ ايه النهارده؟ اسمعي، ها؟ تجيش نذبح الارنبتين اللي عندنا ونعمل عليهم ملوخيه؟ اي والله، واحنا ناسينهم ليه؟ دول ذروات المطبخ بقالهم اسبوع وزياده. طب استني لما اجي امسكهم معاكي. شوفي مين يا بهانه اللي بيخبط وهاتي حمدي معايا انا. حاضر يا ستي. دي ست سعاد يا ستي. ايه يا طنط؟ سعيده يا بنتي، يعني رجعتي على طول ما تاخرتيش؟ ما لقيتش نعمت في البيت. طبعا عشان نتغدى سوا، ده احنا طابخين النهارده ارانب على ملوخيه ترد الروح، بس لما تدوقيها. ميرسي، عن اذنك. اتفضلي. هي ست سعاد رجعت ولا ايه؟ ملقاش صاحبتها في البيت. امال دخلت على اوضتها على طول كده وقفلت عليها الباب؟ هي حرة يا وهيبة. ها، خلصتي الأكل ولا لسه؟ مش ناقص غير الرز يتسبك شويه عبال ما يجي سيسامي، بس على الله ما يتاخرش زي عوايده. سيدة يا موهبة. سعيده يا حبيبي. سيدة يا ماما. سعيدة يا ابني. سيدة يا سوسو. سعيد. الله، اشمعنى قافلة عليك الباب وقاعدة لوحدك؟ بره دوشه. امال فين حمدي؟ مع ست. وفين بهان امال؟ بعتها تشتري لي حاجه من بره. امال فين البيجامة بتاعتي؟ معلقه عندك في الشماعه. لا مفيش حاجة في الشماعة. معرفش بقى، عندك الدولاب فيه بيجامه نظيفه. طب ما تقومي تجيبيها بدل ما انت نايمة على السرير بالشكل ده. يعني اسيب الروايه اللي في ايدي عشان اقوم اجيب لك بيجامه؟ اما امرك غريب يا اخي. انا اللي امري غريب. ما الدولاب وراك اهو، ما تفتحه وتاخد اللي انت عاوزه. حاضر يا ستي، انا متأسف. نحضر الغدا يا سيسامي. ايوه يا موهبة. الله، هو انتوا لسه ما اتغديتوش؟ انا شخصيا ما اكلتش. وماما وموهبة؟ معرفش، ما شفتش حاجه. طبعا، وهتشوفي منين؟ ما دام حضرتك طول النهار قاعدة في اوضتك وقافلة عليك الباب وبتقري روايات. وعاوزني اعمل ايه يعني طول